ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. قلت كده اخدكم كده اللقطة منتهى الكركبة. انا كنت شايلة يعني يعتبر كل حاجة، سايبة اوضة الصالون عشان انا هعملها في يوم لوحدها. عايزة اشيل السجادة بتاعتها يعني، وبطنها وهويها، لان من ساعة ما انا فرشت السجاد وانا مشيلتوش. بقاله شهر اهو ما بشيل الريسبشن والسفرة وكده، لكن ما بشيلش الصالون لان تحت الكنب كله ترابيزات تقيلة جدا، فما بشيلهاش. والاوض برضو ما كنتش شلتها انه يعتبر ما فيش فيها هلك يعني. دايما الهلك والقعدة وكده جو بره في الانتريه والسفرة الحتة دي. فانا دخلت كده على البيت كله، طبعا بقى المسحه الغريبه اللي انت لا شرشوبه رايحه جايه دي، مش ده مسح بس، ده انا باخد كده اللقطه. وبعد كده افصل الكاميرا وادخل بقى ايه، المع براحتي، عشان ما اضطرش بس ان انا اقص، اجي من زاويه كده زميلي اقعد اقص بقى ونمنتج السنه. لا، فباخد بس لقطه صغنونه كده وافصل الكاميرا واكمل بقى كده مع نفسي. المهم انا بلمع، زي ما قلت لكم انا بعمل التنظيفه الاسبوعيه للبيت، ممكن على 3 ايام، يومين 3. فعلى حسب يعني ايه اليوم ايه، لان اليوم بصراحة قصير جدا جدا جدا، بيطير ما بلحقش اعمل حاجة واحدة او حاجتين وتلاقي خلاص اليوم كده خلص. بالاضافة طبعا ان في مذاكرة وفي واجبات وفي تقييمات وفي حاجات وفي نشاطات بنقعد نعملها بالليل، بقى ننيم الولاد نعمل احنا نشاطات، بنعيد احنا من اول وجديد. فعشان كده بقى باجزأ زي ما قلت لكم. يوم الجمعة بعمل البلكونات، ممكن يوم الأحد بقى اعمل البيت، التلميع النجف والخشب والإزاز وكده بقى، يا اما بعمله مع التلميع ده، يا اما بخليه كده في يوم على السريع كده لوحده. فاليوم ده قلت لا انا ههوي بقى واعمل التلميعات الاسبوعيه. ولازم طبعا عشان اعمل الحركه دي بقى بيبقى في مثلا هدوم عايزه تتغسل وهدوم عايزه تتنشر وهدوم عايزه تتلم وهدوم عايزه تتطبق. ما بنعملش الكلام ده، عدين جنب الهدوم رايحين جايين، ما بنعملش الهدوم، بنمنتج الهدوم باليوم ده. عشان بقى انت تعملي تنظيفه او تلميع او حاجات دي لازم احباب الله في المدرسه او في الدروس، غير كده مش هتعرفي تعملي حاجه. ليه بقى؟ لانه طول النهار ده ضربني، ده زقني، ده عدى على الظل بتاعي وانا ماشي، ده بيبص لبصه وحشه، لا دي بتاكلني كده يعني. فبتعملوش حاجه وحبوب الله موجودين، فنصحى بدري شويه نعمل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. الانتريه الشرشوبه دي مش بتدخل تحت الانتريه، بفضل ان انا ازق الانتريه بقى كله واكنس والمع. بكنس الاول عشان لو في اي ترابه ولا كده، ساعات بقى ايه، بيبقى ممكن تلاقي قلم داخل، شويه الوان، شويه قشره بسكوته، اي حاجه هتلاقيها تحت الانتريه ده. فكنست الاول وبعد كده لمعت. باستخدم بقى في الميه اللي بحط فيها المسيح، جربت اللي هو مسحوق، مش مسحوق، اللي هو فريدة بريحة النظافة. هو كنت جايباه ب30، عندي بقاله حوالي شهرين، شهرين او 3 شهور. بتحط نقطة ريحته فظيعة فظيعة جميلة اوي اوي اوي. او المعطر الاسود بتاع ماي وير اللي هو سيكريت، انا جربت كله يعني، اللي على وردة زرقاء وصفرة، واللي انا جايباه حاليا بينك. بس اكتر حاجة كانت عجباني تقريبا ابو اصفر، لو وردة صفر تقريبا يعني، متهيألي ابو وردة صفر. البينك حلو وكل حاجة، بس ريحته ايه، اللي هو شجري كده شوية. فانا بحب الروايح اللي هي تحس ان هي مش عارفة مش عارفة افهم، شبه ريحة النظافة اللي هي بتاعت فريدة. جميل قوي قوي. طبعا وانا بزق كده فهتحسي ان هي مطربة شوية، لا هي مطربة فعلا وانا هعملها في يوم تاني. انا خليت اليوم ده للتلميع، لان حرفيا ما لحقتش، مجرد ان انا مسحت لمعت التلميع ده ودخلت عملت الغدا، مع شوية مثلا مع نشر غسيل ولم الغسيل وكده، اليوم كان خلص.
فقلت خلاص انا هصحى الصبح بقى بدري واعمل المع النجف والمع الازاز وكده، مش هياخد مني حاجه مع حاجات تانية. بقسم الشغل كده. مش لازم طبعا ان احنا مش ابطال خارقين يعني هنعمل كل حاجه في ثانيه او في كله في نفس اليوم بقى ومفيش حاجه تانية. لا، ما احنا برضو مش بنعمل، مش ورانا بس تنظيف وتنمية وحاجات، لا احنا ورانا حاجات تانية ممكن نعملها. وبالنسبه لي كده انا ساعات بيبقى عندي انا اوردرات وكده فبسيبها بالليل اما الولاد تنام، بسيبها بقى ان انا وانا قاعده كده مع نفسي في الهدوء اعملها، بحيث ان انا اظبط الميزان بتاعي واظبط الحاجه، ما يبقاش في لخمه، ما يبقاش في طلبات وما عايزين حاجه. فبحاول ان انا اجزأ اليوم بتاعي، خصوصا ان انتوا شايفين انه النهار قصير خالص والليل بالنسبه لي برضو مش طويل والله. انا ما عقبال ما بخلص الحاجات، يعني لو الولاد لهم نشاطات في حاجات انا هعملها لهم احضر لهم الحاجات بتاعتهم، خلاص الليل برضو عدى. بقت الساعة 2 كده وهصحى الساعة 6 أو الساعة 3 واصحى الساعة 6 برضو اليوم بيعدي. خلصت أنا بقى التلميعات بره ودخلت على المطبخ. بجيب أنا بقى من تحت المطبخ وتحت الدولاب المطبخ وكل الحاجات دي، ومعاها كنت جهزت قبل ما انا يعني بشوف انا في اليوم ده اعمل غدا يكون بيخلص بسرعه مش بياخد وقت. ما يبقاش في وقفه برضو في المطبخ كتير، لان ببقى عايزه اروح واجي واهوي وادخل حاجات تتشمس، ادخل بطاطين، ادخل الشرايط. كنت حاطه الشرايط دي كلهم، بس تقريبا انا مصورتش اللقطه اللي انا حطاهم كده وبطنتهم وحطيتهم كلهم. بعد ما اتهووا، بعد ما يعني السيراميك اتهوى بشغل المروحه عليه، اتهوى خلاص فرشته كله. وكنت هعمل في اليوم ده، بصراحة مش في اليوم ده، انا مش فاكر في اليوم ده انا عملت ايه، بس تاني يوم كده كنت عاملة شاورما. طريقة الشاورما دي جميلة قوي يا بنات، وبتعمل السندوتشات اللي هو الشاورما السوري دي رهيبة. كنت عايزة اقول لكم شوفوا وانا بلمع، يعني انا بوريكم اهو والدنيا اتقلبت، الانتريه اتقلب في ثانية في ثانية. ده المعنى الحقيقي ده اللي موجود حاليا. اما البيت المرتب المنظم اللي هو مش موجود، مش موجود طبعا مش موجود. ده كان اليوم بقى، ده الاكل بتاع اليوم اللي انا كنت بصور فيه. تاني يوم بقى كنت بعمل شاورما وطريقتها انا بحبها قوي. بقطع صدور الفراخ وبجيب تتبيله الشاورما السوري وزبادي ومقلعتين زيت، وبقوم متبلاهم من بالليل. تاني يوم بقى بقطع بصله جوانح وتومه وفلفل وطماطم، بحطهم كلهم كده مع بعض ووطي عليهم 10 دقايق بالكتير، وبتبقى يعني تمام. البطاطس، وحمرت بطاطس مش عارفه كان لونها عامل كده ليه، بس برضو كانت بتاخد لون بسرعه، تقريبا مش من الحلوه. بعملهم كده في التوستر. بعيش اللي هو السوري وبقوم دهناه كده باي حاجه، اي ماده دهنيه عندك جميل قوي. هو مش هقولك يعني مش ما عادش حاجه مش مكلفه، بس حلوه الولاد بتحبه. انت لو جبتي السندوتش الواحد ده من بره شوفي بكام. العيش السوري الرغيف بقى ب4 جنيه، انا كنت بجيبه بجنيه وبجنيه وربع، بقى ب4 جنيه. بس برضو موفر عن ان انت تعمليه من بره، وهو يوم تجديد كده عشان الولاد. وبكده يكون يومنا انتهى، رب يكون عجبكم. مع السلامه.